3 حاجات ما تعملهاش لو هي بعيدة عنك: شغلك، الجيم بتاعك، والبنت اللي انت بترتبط بيها. محمود حودة، طب ما تعيطش يا حبيبي. أنا من مواليد مدينة 6 أكتوبر، عايش في مدينة 6 أكتوبر بقالي أكتر من 30 سنة، لكن لظروف خارجة عن إرادتي كانت كل حياتي لمدة 15 سنة بعيد خالص عن مدينة 6 أكتوبر. لكن بعد فترة، بعد ما عامل السن ابتدى يظهر عليا، وابتديت إن أنا ما بقتش قادر أفرهد لا في شغل ولا في مواصلات ولا في علاقات، وعلاقات فاشلة وشغل فاشل والحاجات دي كلها، رجعت أعمل زي لعيبة الكورة بقى، اللي هو بعد ما خلص رحلته الأوروبية وبعد ما خلص الكلام ده كله عايز يرجع يلعب تاني في النادي بتاعه بتاع الطفولة، اللي هو رجعوني اموت وسط اهلي وناسي. فرجعت تاني مدينة 6 اكتوبر ورفضت كل العروض الاحتراف اللي ابتدت تجيلي من كل الاماكن، سواء اذا كانت عروض ارتباط من معادي، من مدينة نصر، من التجمع، من الرحاب، من الحاجات دي كلها، او حتى عروض شغل. وقلت انا مش هخرج بره مدينة 6 اكتوبر ابدا، وابتدي ادور على كل حاجة ليها علاقة بالشغل او بالحياة التانية او بالحياة الشخصية جوه مدينة 6 اكتوبر مرة تانية. لكن للاسف انا رجعت اكتوبر وانا عندي 30 سنة، فكل الناس اللي انا كنت اعرفها قبل كده ما بقوش بيتنادوا باساميهم هم. يعني مثلا اللي كان اسمها ليلى بقت ام عمر، اللي كانت اسمها اسراء دلوقتي بقت ام يزن. فالسن بتاعي خلاص ما بقاش موجود دلوقتي وما بقاش بطوله. ابتديت ان انا انزل موديلين 3. ابتديت اكتشف بقى كمان ان السن بتاع 26 27 28 سنة ده مسحوب تماما من السوق. ليه بقى؟ لان اصل هو الحياة دايما هي اجيال على اجيال. يعني دايما الجيل اللي فوق بيبتدي على الجيل اللي تحت. لما كنا في اعدادي كانت العيال بتوع ثانوي يصاحبوا البنات بتوع اعدادي، لما كنا في ثانوي كان العيال بتاعت الجامعه يصاحبوا البنات بتوع ثانوي، لما كنا في الجامعه كان العيال المتخرجه والعيال اللي بتشتغل كانوا يصاحبوا البنات اللي في الجامعه. فهي اجيال تبدأ على اجيال. والسنه بقى بتاع 22 23 24 سنه ده محتاج واحد يكون قادر على الفرهده، وقادر بقى على ان هو يبقى قص، وقادر ينزل الزمالك، وقادر يتنطط في حفلات كايروكي، وقادر يسمع عصام صاصه. وانا بصراحه ما بقتش قادر على الموضوع ده. فقعدت فتره كبيره جدا من الزمن بحاول ادور على اي حاجه ليها علاقه بالموضوع ده في المكان وفي الاريا اللي انا عايش فيها، ما لقيتش. فللاسف استسلمت وقلت انتهت حلول الارض، الامر متروك لجوازات صحابي. وهنا تيجي القصه. واحد صاحبي عزمني على فرحه، وفرحه ده كان في المعادي، لكن كان في مكان جميل قوي بصراحه. في المعادي انت بتنزل على كورنيش المعادي، تقف تستنى، بتجيلك كده عباره او مركب يجيلك ياخدك يعدي بيك النيل، تحس ان انت في الفيلم مثلا بتاع النمر والانثى، تحس ان انت رايح تسلم صفقه مخدرات في البحر. وانا كنت لابس بدله شيك قوي، ويعني بجد شياكه. انا في الشياكه بصراحه ما عنديش يوم مرحمين. رحت الفرح وابتديت بقى اشوف ان كمان العريس اللي هو صاحبنا ده عامل دخله، واحنا اتفاجئنا ان هو عامل دخله وبتاع، والدخله دي احنا كنا يعني انفولد في الدخله دي. فقلت صباح الفل، قشطه، كويس عشان خاطر نتبروز والبدله تبان وبتاع والحركات. الموضوع كان رومانسي قوي، وهو ومراته ربنا يسعدهم يا رب كانوا جمال جدا في الفرح وعاملين يرقصوا وبتاع. فالموضوع زود حته اللي هو ايه، ان انا برضه عايز ادور على النص التاني وبتاع. فابتديت ابص في البنات اللي موجوده كلها، فلقيت بنت قاعده عماله بترقص وبتاع والاول مره اركز مع اذا كانت ايديها فيها دبله ولا ما فيهاش. فبصيت لقيت ان هي مش لابسه دبله في ايديها، ولقيت عماله بترقص وبتاع وكده. فده معناها ان هي مش مصاحبه، لان لو مصاحبه صاحبها هيكون منكد على اللي خلفوها. ابتدى بقى عسيل يجي في دماغي وعمال بقى يغني يا ناس شفتوا حلاوته يا ناس. وبعدين كمان انا في حياتي ببتدي ادور بقى على حاجات غريبه قوي. يعني انا ببتدي ادور على شويه علامات كده وشويه ساينز عشان خاطر احس ان انا اختياري او الراي اللي انا عايز اخده هو ده راي سليم. اللي انا بصيته اللي انا خدت بالي منه ان الجاكيت بتاع البدله بتاعتي هو نفس الفستان بتاعها. فقلت لا خلاص يبقى هي. والمره دي انا ما كانش عندي اي مشكله خالص ان انا اطلع احترف مره تانية. ما كانش عندي اي مشاكل انها تكون مدينه نصر، مصر الجديده، التجمع، او حتى الرحاب، لاني كنت واثق جدا في شبكه الطرق المصريه اللي مسكت مصر كده. ده طبعا بعد ما تدفع الكارت في كوبري تحيا مصر والكلام ده كله. ما كانش عندي اي مشاكل خالص طبعا. هين قرشك ولا تهين نفسك. وقلت تمام انا هجو فورت. مشيت من الفرح وكل اللي شاغل دماغي هي. ما قدرتش بصراحه استنى كتير. تاني يوم تقريبا في الصباحيه صحيت صاحبي، اصحى قوم البس حاجه ورد عليا. الولد فعلا لبس هدوم ورد عليا، والمحادثه ابتدت كالاتي. بقول لك يا حبيب قلبي، انا في واحده كده شفتها في الفرح يعني، وبص عارف انا ماليش في الحاجات دي قوي، بس ما تعرف لي كده الدنيا ايه يعني عشان خاطر هي كويسه يعني. فقال لي مين؟ فقلت له كذا، وقمت باعت له حتى كمان ايه فيديو من الفيديوهات اللي احنا كنا بنصورها وبتاع، وسكرين شوت ليه. فقال لي دي فلانه. فقلت له تمام. قال لي دي صاحبه العروسه. قلت له طب حلو قوي، طب جامد عشان
خاطر نبقى كلنا بنتجمع مع بعض. وابتدى بقى فعلا خلاص كل انا ابتديت ابني سعاده على خلاص الموضوع ان احنا هنبقى بقى كلنا متجمعين، يا اما في بيتهم يا اما في بيتنا، يا اما خارجين مع بعض وبنشوي وبتاع. ابتديت ارسم فكره كبيره قوي عن الموضوع. لقيته بيقول لي ايه بس دي فلانه من عين اعيان دمياط. لا طب معلش بس ثانيه واحده. قلت له يعني هي اصولها يعني من دمياط، بس هي ساكنه في الرحاب مع مراتك ولا مش فاهم. قال لا هي اصلا من دمياط، هي اصلا عايشه في دمياط. ايه اللي جابها فرح على النيل في القاهره في المعادي؟ بجد ايه الصحوبيه وايه الرجوله قوي في الصحوبيه اللي تخليكي تيجي من دمياط وتسيبي الاستاذه منى زكي وعيالها بدل ما تقعدي بعيالها عشان خاطر تيجي فرح في القاهره. ابتدى بقى اصحابي لما انا بقى حكيت لهم القصه دي وبتاع، والناس ابتدت تقول ايه طب ايه المشكله يا معلم، طب ما تجرب. اللي بيقول لي بقى ايه المشكله يا معلم ما تجرب ده اصلا مراته ساكنه في الشارع اللي قدامه، واللي قال لي طب ما فيش مشكله يا باشا ايه المشكله، طب ما عادي جدا، مراته اصلا في نفس العماره اللي هو ساكن فيها. فالناس دي اصلا ما تعبتش بربع جنيه. انا اتبهدلت 15 سنه رايح وجاي مواصلات، انتوا عايزيني يا جدعان اركب مواصلات اكتر من 3 4 ساعات عشان خاطر اروح اخطبها؟ واللي بيغيظني اكتر بقى اللي ابتدى ايه يجيب لي الموضوع من الناحيه الماديه، اللي هو يا باشا اكيد هتبقى عارفه ناس في دمياط يجيبوا لك بقى العفش والاساس وبتاع الديسكاونت، وانت عارف العفش الدمياطي حاجه يعني من على ابوها. واللي ابتدى بقى ايه يستظرف ويقول لي طب ما اعمل حسابي في مشبك، واللي مرتبط بواحده من اسكندريه وقال لي طب انت ما نعمل بقى ايه، نعمل تريد، انا اجيب لك هريسه احمد حسنين وانت تجيب لي مشبك، ويبقى الموضوع بقى ايه رايح جاي. ايه يا جدعان الهبل اللي انتوا فيه ده يا جدعان؟ دمياط ايه يا جدعان والعبط ده؟ ولو انت فاكر ان دمياط هي كانت ابعد مكان لعلاقه ممكن تجمعني مع حد فانت غلطان، لان في المره الجايه انا هطلع انترناشونال. انا محمود النجار وده كان همي ضحك.